بدون فرن وبدون تخمير وصحية. كل اللي احنا محتاجينه بالظبط 4 مكونات. وعجينة البيتزا على فكرة بتتعمل في محضرة الطعام عادي جدا. كل اللي انا هحتاجه كوبايتين كبار من دقيق الشوفان، ده شوفان حبة كاملة انا طحناه ناعم. وهحتاج كمان علبتين كبار من الزبادي اللي هو الروب او اليوجرت. وهحتاج معلقة كبيرة من زيت الزيتون او حتى زبدة، بس تكون لبن طبيعي. وهحتاج كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي البيكربوناتو، ممكن نستغنى عنها. كده شكلها بعد ما خلطت كل حاجة مع بعض كويس قوي. يعني هي سايلة شوية وبتلزق، هي المفروض تكون كده. تعالوا بقى اوريكم هنسويها ازاي، يلا بينا. اول حاجة في طاسة على النار نختار مقاسها من 22 ل 24. مسحتها مسحة كويسة بالزيت، وبعدين هبدأ افرد كده العجينة. المقادير دي هتعمل لي 2 بيتزا حجم متوسط. والعجينة دي بتلزق شوية، يعني ندهن ايدينا زيت كده ونحاول ان احنا نفردها بالتساوي، وبعدين نسويها نار تكون هادية خالص، ونغطي عليها بحيث تستوي من تحت ومن فوق بنفس المقدار يعني. وبعدين دي كده شكل البيتزا التانية، هي المقدار ده عمل 2. وبعد 10 دقايق تقريبا كانت استوت. هحط على العجينة صلصة بيتزا، دي صلصة بيتزا جاهزة، ممكن طبعا يعني نعملها في البيت، بس انا حبيت انها تكون سريعة. فردت كده طبقة من الصلصة، وبعدين حطيت شوية من البسطرمة، وحطيت كمان خضار، وحطيت زيتون. نقدر نحط اي اضافات احنا نفضلها، بس انا زودت الخضار بحيث انها تكون يعني مفيدة اكتر. وكمان علشان تكون مناسبة للغدا انا استخدمت شوية من اللحمة المفرومة متعصجة كده، حطيتها كمان على الوش عشان ناخد نسبة بروتين كويسة. وبعدين هحط جبنة، انا مستخدمة جبنة موتزاريلا. اهم حاجة تكون لبن طبيعي، ما يكونش فيها اي دهون او زيوت مهدرجة علشان تكون صحية اكتر. ونقدر طبعا نضيف جبنة شيدر او جبنة تركي او يعني الاضافات اللي نفضلها. وحطيت كمان طبقة من الخضار، وبعدين هغطي عليها وهدي النار خالص خالص لحد بس ما الجبنة تسيح. وده شكلها كده بعد ما استوت. واول ما الجبنة ساحت كده في خلال دقيقة او دقيقتين خلاص قدمتها. عشان احنا محضرين كده الطاسة كويس، اتقلبت معايا بسهولة. رشيت رشة كويسة كده بالزعتر بتدي طعم وكمان شكل حلو في التقديم. نبدأ ان احنا نقطعها. على فكرة العجينة طرية جدا جدا، مش ناشفة خالص، يعني على الرغم ان احنا مستخدمين دقيق الشوفان، وده بسبب الزبادي والبيكنج صودا بيخليها طرية. بجد طعمها خطير، ممكن ناكلها في الفطار او العشاء او الغدا. اخدت معايا على النار تقريبا 10 دقايق وكانت جاهزة. من ألذ انواع الغدا الصحي اللي انتم ممكن تجربوه، ما بياخدش اي وقت خالص، وفي خضار ونشويات صحية. تعالوا يلا ندوق. اهم حاجة نستخدم الجبنة نفسها تكون لبن طبيعي يعني. جربوها في وصفة الغدا وهستنى رأيكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير وانجوي.